سلام سلام، شراكم يا ليديز؟ ان شاء الله تكونوا بخير وراكم ملاح يا رب العالمين. اليوم جبت لكم اول اقتراح لحلويات العيد ان شاء الله، واللي هو بنيون بريستيج بالفرماج عفوا والكراميل والقطايف. جا واحد البنيون يا البنات من ابن الحلويات اللي صنعتها لحد الان صراحه. هذا كنت ديروه في العيد راح تموتوا عليه، وضيافكم اللي راح يجيو راح يقولوا لكم عطينا لا غوسات، اني متاكده 100%. جا واحد المزيج رائع بالبزاف. هذاك الفخاماج عطالو واحد الطراوه لداخل وواحد لوغو بزاف جديد هكا، باش نبعدو شويه على المعتاد اللي ما عارفين نديروه ونجربوا هكا ديغو جدد وحوايج جدد. كيما شفتوا قسمته لكم بالموس فات وحده تالمون طري لواحد الدرجه يا البنات، وشحال يقرماش. هذوك القطايف يقرمشوا، المكسرات اللي لحتهم لداخل الثاني يقرمشوا بزاف. رائع هذا الكاطو هذا، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم وان شاء الله تعتمدوه في العيد. راح نبدا سلسله حلويات عيد العيد الصغير ان شاء الله. ان شاء الله تنال اعجابكم، ونقول لكم باللي مازال عندي بزاف تاع لي غوسات ملاح بزاف تاع لي كاطو. تما ما كان لا ديروا، تما ما كان لا ديسيديو، انتظروني حتى نكمل نحط لكم لي غوسات هكا، باسكو راني نويت نحطهم لكم دوكا باش من بعد نتهنى ما نقعدش نجري انا في اواخر العيد، حتى انا باش نقدر ندير كاطويا في عقلي. قبل ما نبداو الفيديو نقول لكم يا البنات ما تنساوش تشتركوا في القناه اللي ماشي مشتركه، وديروا لنا جيم وخليو لنا كومونتير. شباب على بالكم ان نشتي لي كومونتير نموت عليهم هكا باش تشجعوني باش نقدم المزيد. بسم الله يا ربي. باش نحتاج للوصفه. عندي يا البنات زوج باكيات تاع بتي بور، هذاك بسكوي بتي بور رحيتو كما شفتوا تري تري بيان بهذه الطريقه. عندي 2 ملاعق كبار تاع سكر كلاصي، عندي ملعقه كبيره تكون معمره بومبي ملح تاع الزبده اللي تكون ذايبه بين نص ونص، يعني طريه وذايبه او ميم طون كما راكم تلاحظوا. عندي كاس تاع المكسرات يكونوا محمصين ومرحيين. فوالا، استعملوا نيمبورت كال مكسرات، كاوكاو، لوز، جوز، اي حاجه على بالي. حنايا كاوكاو هو الشعار تاعنا، بصح يعني حتى راه زاد في البخي ما يشوا، يعني مازال يعني في متناول الجميع. عندي بطاطا تاع فخوماج الاوراس، عندي ملعقه صغيره تاع الكاكاو، وعندي ملعقه كبيره تاع لافيتين. فوالا باش تعطي الكاطو تاعنا قرمشه. وعندي ملعقه ثاني معمره تاع الفانيليا. بالنسبه للطرمات فاش راح نرمد يعني البنيون تاعي، راح نرمدو في هذه الكنافه. هذه كنافه محمصه ماركه جزائريه. تستعمل بور سالي اي سكري. انا علاش عجبتني باسكو جايه كولور وحده تجي بزاف شابه يا البنات، يعني تحسوها هكا منسجمه مع بعضها. كيما شفتوا حطيت فوق البسكوي هذاك المكسرات اللي كنت حمصتهم ورحيتهم، يعني كسرتهم برك. ضفت الكاكاو والفيتين والسكر كلاصي، ونزيد لافاني اكيد. بعدها نبدا نضيف المواد السائله، يعني بديت بالجافه، ضفت الزبده، نزيدلو باكي ولا باطا تاع الفرomاج. فوالا، ونخلط هكا تري بيان، يعني نحرحر كامل هذاك البسكوي. باش راح نلم البسكوي تاعي انا هنا خدمت قطر يا البنات. هذيك راهي العلفه تاع القارص، تقولوا كش ما فيه ولا. هذا القطر يا البنات درت كاس تاع السكر مع كاس تاع الماء مع ربع كاس تاع المزهر وطرنشا قارص، وخليتهم يغليو حتى عقادوا لي، يعني يولي القوام تاعو كيما العسل بصح شويه اخف عليه. هذا باش نطم به البنيون، وصدقوني والله ما جا حلو غير جا معتدل في الحلاوه تاعو بزاف. هكا يا البنات بقيت نطم فيه حتى طم العجين، طم العجينه عفوا. شوفوا هكا تكون عجينه شويه طريه ماشي بزاف، باش كي نكوروا البنيون تاعنا يجي شايد روحو، ما يجيش هكا ما نحطوه يعاود يطلق روحو. تما نطموها شويه بليبس. فوالا، هنا جيت نوزن الحبات تاعي كامل باش يكونوا يعني متساويين. البنات انا ننصحكم شريو ميزان، صدقوني راهو يدير 50,000 لاطار وطار يدير 70,000 سيدي، بصح والله غير بزاف هايل، غير يعاونكم منوني غير بزاف مليح، غير شريوه انا ننصحكم. عندي يا البنات كما شفتوا وزنت كل حبه 30 غرام.
كورتها وحطيتها في ريسيبيون. حطيتهم يا البنات يجمدوني مدة ساعة في المجمد. وهنايا جيت باش نخدم معاكم. عندي يا البنات كراميل هذا تاع طوبيتا راسين توفي عفوا، كنت ذوبته، درت 2 ملعق كبار وذوبتهم في الميكرو اوند. وعندي هذيك الكنافه اللي كنت اللي راح نرمد فيها، فوالا درتها في الصحن. نحكم الحبه تاع البنيون تاعي مع نخرجها بعد نزيد نعاود نكورها شويه باش تجيني شكلها معدول. يعني انا انسانه نحب ندقق بزاف. فوالا نحكم بانسو تاعي وندهن به هذيك الحبه تاع البنيون بالكراميل، ومن بعد نطيشو في الصحن اللي كنت درتيه عفوا القطايف. فوالا شوفوا نحاول نغطيه كامل ونضغط هكا بيديا باش تجيني الحبه معدوله، يعني تجيني شكل واحد، ما يجيش هذيك القطايف ما يجيوش خارجين هكا على بعضهم. ما فيش اسهل من القاطو هذا صدقوني، كما يقولوا كعبر وعطي العبر. لا سمحوا لي، هذا ماشي كعبر وعطي العبر والله، هذا غير تكعبريه برك يعني، بصح الحطه تاعو والشكل تاعو يعني الله. نزيد نخدم معكم حبه واحده اخرى يا البنات. كما شفتوا يعني فايس سهلين بزاف، اي وحده فيكم تقدر تخدمهم. هذا قاطو بدون شوكولا. فوالا، واكيد راني مدايره في سلسله الحلويات مدايره دي قاطو او شوكولا بيان سور، ان شاء الله برك يعجبوكم. حكمت هذيك الكراميل هي هكا بعد تجي جامده، واش يعجبني في هذه طراسين تجي شايده روحات، ما تقدري ديريها دي غوزاس. درتها في لابوش ادوي ودرت لادوي تاعي نيميرو تاعها 2 دي يعني 2 دي. فوالا، وراني ندير هكا في بتي غوزاس من فوق، يعني نديرهم هكا فورم فلور، نكملهم كامل بنفس الطريقه. راح يجي قاطو بالطبع يعني الله. فوالا البنات الكميه اللي درتها خرجت لي 22 حبه، خرجت لي يعني الخير والبركه. الوغ نتوما كنت ديروا يعني البسكوي بزاف راح تخرج لكم حتى 40 حبه 50 حبه. انا على واش نحب البنيون زاكي، البنيون تلقاوه يزيد وحده يعني ما شاء الله، تلقاوه يعمر لا طابل ليه. هذا ما كان يا البنات. الكاطو تاعنا بزاف ساهل وراه واجد. راح نفينيه بالفيدر يعني باش يعطيها ضوء ولمعه هكا خفيفه، باسكو الكراميل ديجا راهو لامع، ويكون الكاطو تاعنا واجد. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم، ان شاء الله تكون عجبتكم البدايه. راني مديره في البروغرام باذن الله تعالى ندير لكم بقلاوه تقليديه تاع السنيوه عادي ان شاء الله يا ربي، اذا قعدت واذا كنا من الحيين باذن الله وكانت الصحه موجوده. فوالا هاوليكم الكاطو تاعي البنات. بالك تبان لكم لا فوتو شويه راهي مضببه، انا غلطت باسكو كي جيت نصور بعد ما تولهتش مع التليفون كان لازم نمسح الكاميرا تاعو. من بعد كي تولهت تشوفوا هنايا الفرق بين لا فوتو السابقه ودرك لا فوتو تاع درك. انا حتى تولهت لقيت باللي الكاميرا ما مسحتهاش، ما معليش كما نقولوا حنايا نورمال. الغايه تاعي اني نوصل لكم لاغيسات وان شاء الله تكون وصلت لكم يا رب العالمين. نقول لكم يا البنات تهلاو في رواحكم، نلتقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفي حلوه جديده اكيد. وبيان سور يا البنات مانيش راح نضيع لكم رمضان، راح عندي بزاف ثاني اطباق تحليات باتيسري راح نحطها لكم، باسكو على بالي بلي مازال شويه الحال على الحلوه. بصح وشي هو انا حبيت نبدا لكم هكا باش ديروا البروغرام تاعكم شمال القاطوات اللي راح ديروهم هكا باش ما تتبحر لكمش في 10 ايام الاخرين ولا سمانه الاخرى. نقول لكم تهلاو في رواحكم والى الملتقى ان شاء الله في امان الله.